يعني كان قبل ما يقول لنا دكتور محمد مرسي اعلان حالة الطوارئ، وكمان بيقول انها تطبق من الساعة 12 بالليل، رغم انه لم يعرض هذا بعد على مجلس الشورى، ولم يحصل على الأغلبية من مجلس الشورى للإقرار والتمرير والموافقة. طبعا هو هياخد موافقة وتطبيل وزفة وكل ده لكن حتى دي ما عملهاش. ماذا يبطن الإخوان وماذا يعلن الإخوان؟ ده الفكرة. حالة انه الإخوان المسلمين فتحة الصدر بتاعت الطوارئ دي، وكمان مش قادر يعملها بالشكل الدقيق وبالشكل القانوني وبالشكل الملتزم بالدستور اللي هو عمله. مهازل، كوارث، مذابح بتحصل في الشوارع المصرية ومحدش بيخرج يقول كلمة. ولما خرج سيادة الرئيس من دقايق قال لنا ايه؟ قال لنا حظر التجول. متشكرين، متشكرين قوي يا ريس، متشكرين قوي على ان ولاد البلد دي بقوا بيترموا في الشارع ويقعوا يموتوا ما يسووش 3 مليم، يروحوا المستشفيات وهم بينزفوا يتسابوا لحد ما تطلع روحهم قدام ابهاتهم وامهاتهم مش عارفين يعملوا ايه. متشكرين قوي على ان احنا انتخبناك، متشكرين قوي على ان احنا صدقنا واتخدعنا، اتخدعنا جامد. بس على رأي بعض الزملاء اخدعنا مرة بس مش هتعرف تخدعنا مرتين. يا راجل حد يعمل حظر تجوال الناس تلعب كورة؟ يعني نفسي يعني انا مش فاهم والله ما فاهم. وبعدين تيجي تقول ده اجمل ايام رغم الازمه والمصيبه والكارثه، اجمل ايام عاشتها مدن القناه كان امبارح وتطلع بخطاب تهديد بارز لمدن القناه. وحتى ما قلتش مثلا الجماعه اللي ماتوا دول لا هنحقق ونعمل وبتاع، خدت قرار تعمل ايه وتسوي ايه. انا مش ضد ان انت تمشي، على فكره انا مش ضد ان انت تمشي، بس ضد ادارتك الخطيره جدا اللي لو استمريت عليها يبقى لازم تمشي. لو انت صممت باللي في دماغك يبقى هتمشي. ده احنا في يومين 2 مات يجي اكتر من 60 واحد. كويس؟ ولا كأننا في سوريا. ده سوريا ما بيموتش في اليوم 60 واحد. ده حسني مبارك ما كانش حسني مبارك، ده وفاة 40 واحد في يوم دول تخلي الواحد يضرب لحسني مبارك تعظيم سلام ويقول ودون خوف انا هاجمت حسني مبارك لما زهقت. انا بعتذر للرئيس محمد حسني مبارك لانني قد هاجمته بشراسه في وقت من الاوقات. بقول له انا اسف يا سياده الرئيس، انت كنت رئيسا لمصر. وتاني هرجع اقول لكم، هل الدكتور محمد مرسي يحمي الارهاب ويحمي الارهابيين ودعاة الفوضى ولا لا؟ بالمناسبه برضو بما ان احنا ذكرنا الدكتور محمد مرسي بصباعه الشهير، اياك ثم اياك ثم اياك ان تتقول على الشعب يا دكتور. ما تروحش عند الالمان وتقول لهم قانون الطوارئ او بالاصح حاله الطوارئ كانت رغبه شعبيه. انا بقول لك اياك لان ده حقي عليك. ليه؟ ان انا بدفع المرتبيك. فهمت يا دكتور؟ ارجو ذلك. الشعب المصري عاوز يتكرت على قفاه برغبته، ده كلام الدكتور محمد مرسي او مضمونه على الاقل يعني، او ما يشير اليه. أعلن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التي شملت فرض حالة الطوارئ في مدن القناة. وأكد نور عقب انتهاء جلسة الحوار في وقت متأخر مساء أمس على عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والأمنية الراهنة. وأشار إلى أن نتائج جلسة أمس شملت توصية بانتداب القضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية. تجدر الإشارة إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني رفضت دعوة مرسي للحوار ووضعت شروطا للمشاركة فيه، أبرزها تشكيل حكومة إنقاذ وطني ورفع حالة الطوارئ عن مدن القناة.